محمد شريف في نادي الزمالك في شهر يناير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب عمرو الأهلاوي في كل مكان. وزي ما متعودين قبل ما نبدأ حلقتنا ما تنسوش الشير واللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، ودعما لأخوكم عمرو الأهلاوي. هناك تفاوض من نادي الزمالك أو بعض محبين نادي الزمالك مع مدير أعمال أو وكيل أعمال محمد شريف. كلام اللي مهيج السوشيال ميديا من النهارده طول اليوم. محمد شريف إلى نادي الزمالك في شهر يناير. طب حقيقة وتفاصيل الموضوع ده إيه بالظبط؟ في زي ما قلت لكم في تفاوض من بعض محبين نادي الزمالك، مش حاجه رسميه مع نادي الخليج السعودي اللي بيلعب فيه محمد شريف او محمد شريف مباشره. في ناس معينه اتكلمت مع وكيل اعمال محمد شريف على جس النبض ورؤيه محمد شريف ان ممكن يجي نادي الزمالك في شهر يناير. محمد شريف طلع قال ما عنديش معلومه مؤكده بالكلام ده كله، وانا ما عنديش اي معلومات ان نادي الزمالك بيتفاوض وما بيتفاوضش. ما عنديش اي معلومات ولا حد اتكلم معايا في الموضوع ده. لا، محمد شريف انا بقول لكم المعلومات اللي عندي ان هو عنده معلومه وجس نبضه عن طريق وكيل اعماله. محمد شريف في ضمن تصريحاته طبعا محمد شريف عشان نرجع لعقده. العقد فيه بند ان هو طلع قال انا لا مفيش بنود في عقد ان هي تتيح لي ان انا اروح اي حته او العب في اي نادي داخل مصر. في شرط في عقد محمد شريف حطه النادي الاهلي ان ما يلعبش داخل مصر الا للنادي الاهلي، او لو لعب بيبقى فيه شرط جزائي 3 مليون دولار. محمد شريف قال في ضمن تصريحاته اني انا تحت امر النادي الاهلي، لو انا ما كملتش في السعوديه وهلعب في اي حته تاني انا تحت امر النادي الاهلي. في حاله حطوا تحت في حاله، او الكلام اللي قلنا ده كذا خط عشان الكلام ده مهم جدا. في حاله النادي الاهلي قال مش محتاجني او مش عايزني، فانا متاح ليا ان انا ابص لاي عرض متقدم لي. كلام واضح وجميل من محمد شريف يحترم. فعلا الراجل من حقه ان النادي الاهلي لو قال مش عايزه، يعني هو دلوقتي مثلا ما نجحش او حب يسيب نادي السعودي في شهر يناير اللي جاي او جاله عروض متقدمه، هيرجع للنادي الاهلي يا جماعه انا عايز ارجع او موجود النادي الاهلي في عروض متقدمه لي، انت عايزيني ولا اشوف طريقي؟ فالنادي الاهلي يقول له لا يا ابني مش عايزينك، فمن حقه ان يبص العروض اللي متقدمه له. عشان بس اوضح لكم اللي هو موقف حسين لبيب وتصريحاته اللي هو عمال يتكلم عليها ان انا هبدا اجيب لعيبه من النادي الاهلي. ده من ضمن توجهه وهو محمد شريف ان هو يعني اهلاوي. يا كابتن حسين لبيب اللي انت ما بتختلفش عن مرتضى منصور بالظبط في نفس التفكير نفس الدماغ اللي هي قد كده. محمد شريف اولا هو في نادي احنا بعناه عشان بس معلومه تبقى واضحه. محمد شريف في نادي احنا بعناه في شرط جزائي، لو الاهلي خلاص مش عايزه من حقه يروح له، خلاص احنا مش عايزينه خده. ما تجيش تقول انا خدته من النادي الاهلي، فدي ما تجيش تقول انا خدته من النادي الاهلي، دي نقطه. ما تجيش لعيب انا مش عايزه مشيته او مشيه فري او مشيه بلاش ايا كان بقى اي لعيب او عقده خلص معايا بالنسبه لي ومش محتاجه مش عايزه وتيجي تاخده انا خدت لعيب من النادي الاهلي. لا، لكن لما تيجي تعمل زي ما انا عملت معاك يبقى تقول كده، تقول انا خدت لعيبه من النادي الاهلي زي ما خدت منك 2 ولسه ان شاء الله في التالت في الطريق، وانت عارف مين هو التالت وواثق ان هو جاي 100% وهيوقع رسميا في شهر يناير. يبقى تيجي تقول انا خدت لعيبه من النادي الاهلي. وزي ما الجماهير قالت لك في المدرجات يا حسين يا لبيب لو راجل خد من الاهلي لعيب، لو راجل يا لبيب خد من الاهلي لعيب. طبعا الهتاف سمعته
ودخل من الودن دوت صرخ في النافوخ. دي قصة محمد شريف عشان الناس تعرفها بالتفصيل، وما تقعدش تدوش دماغها ان محمد شريف يروح الزمالك ما يروح الزمالك. في حقه، من حق الاهلي لو مش محتاجه يرجعه ماشي، او هو جاله عروض وعايز يمشي من النادي السعودي بيرجع للنادي الاهلي، بيستاذنه اللي بالشرط الجزائي، يقولوا محمد شريف الراجل اعترف بالكلام ده فعلا، قال لك انا هرجع للنادي الاهلي. راجل محترم جدا، وقال لك هرجع للنادي الاهلي، مش عايزني او مش محتاجني، يبقى انا هقدر اشوف العروض اللي متقدمه لي. كلام واضح وكلام جميل. ولو راح الزمالك شابوه ليك وخدتوا لعيب احنا مش عايزينه، او النادي الاهلي مش عايزه، فده ما يتحطش على ضمن هو لعيب اهلاوي انت خدت لعيب من السعوديه تمام وانا بايعه، يعني انا بايعه النادي السعوديه خلاص انا مش عايزه، خده انا مش عايزه. لو انت حطيتها زي امام عاشور، لا انت امام عاشور جريت وراه وقفت عليه وهو في الدنمارك في الفريق الدنماركي، وقعدت تعمل تلف كده ماشي على مشط رجلك عشان ترجع امام باي شكل من الاشكال، لما عرفت انا اوقع للنادي الاهلي، وفي الاخر فشلت وما عرفتش والاهلي خد. فدي الاهلي علم عليك، لكن انت عمرك ما هتعرف تعلم على الاهلي. الموضوع الثاني اللي بعد احنا عندنا اصلا ما عندناش الا تصريحات يعني من الزملكاويه اللي نفسي تتحط، يعني نشوف منها ريحه الامل. حتى تصريحات بعد مباراه الزمالك وارتا سولار من الكابتن مدحت عبد الهادي، تصريحات مولعه السوشيال ميديا باستفزازه العجيب والغريب اللي انا مش لاقي له دليل، مش لاقي له دليل والله يا جماعه. التصريح الاولاني ان الزمالك المفروض ان يكسب فرقه زي دي لانه سيد من اسياد افريقيا هو رقم 1 في افريقيا. اديني دليل، انا ما عنديش مشكله، اديني دليل على ان انت رقم 1 في افريقيا، اقول لك اللي عندي وافكرك بيه وارجعه لك لو انت ناسي. لو انت ناسي افكرك. 22 سنه ما وصلتش الا 2 نهائي في افريقيا، 2 نهائي في افريقيا. في 22 سنه وصلت 2 نهائي افريقيا، وواحده كونفدراليه اللي انت خدتها، واثنين نهائي دوري ابطال افريقيا اللي انت خسرتهم قدام سان داونز قدام النادي الاهلي. في 22 سنه، بقيه السنوات بتطلع من دور المجموعات. حصلت المجموعه مش رقم 1 في افريقيا. التصريح الثاني بتقول انا المفروض اوصل لكاس العالم للانديه بعد ما اخد الكونفدراليه. هي الكونفدراليه يا كابتن مدحت بتوصل لكاس العالم للانديه؟ يبقى ذاكر كويس، ولما تقول تصريح قول تصريح الناس تصدقه، او يبقى عندك دليل تتسند عليه، مش تصريحات مستفزه. رقم 1 في افريقيا هو واحد بس، النادي الاهلي يا كابتن مدحت. انتوا كسبتوا فرقه تتغلب 7-8 مرتاح، مش يدخل فيكم 3. فرقه مش موجوده على الخريطه، فرقه من جيبوتي مش موجوده على الخريطه. انتوا نسيتوا ولاد دشته الاثيوبي؟ نسيتوا؟ ده لسه يعني ده مش هتنسى من الذاكره. فرقه مش معروفه على الخريطه دخلت فيكم 3 اهداف، وكنتوا الشوط الاولاني موقعين قلوب جمهور الزمالك كله، ودخل فيكم هدف، والشوط الاولاني انتوا ما جيتوش. ولولا الجمهور اللي هز الاستاد في نادي الزمالك، في الاستاد جمهور الزملكاوي، لولا اللي حرك اللعيبه شويه. والفرق اصلا سهله وما تعرفش عليه كره قدم، تدخل فيكم 3 اهداف هتعملوا في دور المجموعات يا رقم 1 في افريقيا. النادي الاهلي يستعد بقوه لمباراه انبي يوم الاربعاء القادم ان شاء الله في كاس مصر. القايمه جاهزه كلها باذن الله. طبعا بخلاف عن المصابين هو زي كريم نيدفيد والسوليه اللي مستر كولر طلب تقرير تفصيلي عن اصابته امتى هيرجع من طبيب الفريق. والفرقه كلها جاهزه، وكمان مودست جاهز لمباراه كاس مصر، وجاهز بدنيا وخلص التاهيل البدني بتاعه،
بس المعلومات اللي عندي ان هو مش هيبدا بيه اساسي، وهيبقى موجود كهربا اللي الناس بتسال عليه وجالي اسئله كتيره على كهربا انه موقوف ومش هيلعب مباراه كاس مصر. العقوبه اللي نازله عليه وهي في الدوري ملهاش علاقه بكاس مصر. كهربا موجود في كاس مصر وهيبقى موجود ان شاء الله بنسبه كبيره اساسي في مباراه انبي. رضا سليم بعد ايقافه في البطوله الافريقيه، الايقاف اللي عليه موجود في مباراه الكاس وجاهز لاشراكه على حسب رؤيه المدير الفني. فالقايمه كلها الحمد لله جاهزه ما فيهاش اي مشاكل للمباراه اللي جايه. وهيبقى عندنا التشكيل المتوقع قبل المباراه بيوم اللي هو يوم الثلاث. في حلقه يوم الثلاث ان شاء الله هقول لكم التشكيل المتوقع زي ما متعودين من عمرو الاهلاوي. وهنتكلم عن المباراه بالتفصيل وعن طريقه الفرقتين اللي هيلعبوها ازاي قبل المباراه ان شاء الله يوم الثلاث القادم. وعندنا في هناك جلسه حصلت بين مستر كولر واكرم توفيق، جلسه كده مطوله مع بعض. اتكلم فيها مستر كولر مع اكرم التفصيل القعده، اني اتكلم معاه قال له انت احسن لاعب موجود في افريقيا وانا اتفرجت عليك كتير ومعجب بيك ومش عايزك تستعجل على اللعب اساسي. ان انت خلصت التأهيل برضو البدني بتاعك وجاهز للمباريات. هتبدأ تلعب نص ساعة في ربع ساعة لحد ما تبدأ تجهز بدنيا للمباريات. ما تستعجلش، كرر كذا مرة، ما تستعجلش تلعب اساسي في المباريات ان شاء الله. وانت هتيجي واحدة واحدة وهتبقى اساسي الفريق باذن الله بمجهودك. وكلموا كمان على استغلاله في مركز وسط الملعب ومركز الجناح، مش هيبدا يخليه في مركز الباك اللي هو مع محمد هاني الباك اليمين. لا، هو اتكلم معاه ان عايز يستغله كمان في وسط الملعب ومهاراته وطريقه لعبه ويستغله كمان كجناح قدام. اتكلم قال له اتكلم كمان معاه من ضمن الكلام، قال له لما تبدا تلعب مش عايز الكوره تطول في رجلك في البدايات اللي هتبدا تلعبها، اذا كان ربع ساعه ولا نص ساعه لحد ما تبدا تاخد. عايز الكوره تتنقل من رجلك على طول، من رجل لرجل، مش عايز كوره تقعد في رجلك فتره طويله لحد ما تبدا تاخد على ارضيه الملعب وتاخد على الكوره عشان الاصابه ما ترجعلكش تاني. من ضمن برضو الكلام اللي قاله مع اكرم توفيق، قال له بلاش الخشونه الزايده وبلاش الاندفاع الزايد عندك. احنا مش عاوزين نخسر لعيب مهم زيك تاني. كرر الموضوع ده مرتين معايا، مش عاوزين نخسر لعيب مهم زيك تاني. احنا ما عندناش اكرم توفيق تاني في الفريق. انت لعيب كبير ولعيب مهم عندي وهتبقى مهم في خطه لعبي، وان شاء الله هتبقى اساسي الفتره اللي جايه بعد ما تبدا لياقتك البدنيه تجهز تبقى جاهز للمباريات. خبر برضو يخص النادي الاهلي وهو انهاء التعاقد مع استاد الاهلي والسلام. النادي الاهلي انهى التعاقد مع استاد والسلام، بالتالي اللي هو مبقاش يستخدمه او خلاص مستر كولر مش مقتنع بالملعب وارضيه الملعب ومساحه الملعب ومقتنع جدا باستاد القاهره. فالاهلي بقى يلعب على استاد القاهره، ما بقاش يلعب على استاد والسلام، وطبعا مش هيبقى مستفيد في الفتره اللي جايه. وغير كده كمان هو بيجهز لاستاد الاهلي الجديد فما مش هيبقى مستنفع بيه، فلغى التعاقد مع استاد السلام وهيبقى تركيزه كله في استاد القاهره ومباراته كلها في استاد القاهره باذن الله. الخبر اللي بعد كده عندنا وهو يخص الدوري الافريقي اللي هيبدا يوم 20 اكتوبر. صن داونز لحد دلوقتي مشاركته معلقه، وانا كتبت على صفحتي على صفحه بوابه الاهلي ان في مشكله بين الرابطه في جنوب افريقيا، رابطه الانديه واتحاد الكوره، وفي تضارب ما بينهم الاثنين في القرار. رابطه الانديه رافضه مشاركه الصن داونز الدوري الافريقي واتحاد الكوره رافض. وجهه نظر ان الرابطه ان عندها ارتباطات مزدحمه في المباريات المحليه والافريقيه
وما ينفعش صن داونز يغيب عنها الفتره دي كلها، وهتبقى في ضغط مباريات مش هينفع. واتحاد الكوره اهم حاجه عنده مشاركه المنتخب او اي نادي في اي بطوله تبع الكاف. فهناك تضارب ما بين الرايين لحد دلوقتي، مشاركه صن داونز معلقه لحد الان، طبعا بجانب اتلتيكو بترو اتلتيكو كمان. فرقتين معلقين لحد الان ما ادوش القرار النهائي في مشاركتهم اللي هتبقى موجوده، وربنا يستر ان قبل خلال الفتره دي ان البطوله دي اصلا تكمل، لان في شكوك وفي كلام ان هي ممكن ما تكملش لحد دلوقتي بسبب فرقتين ممكن ينسحبوا من البطوله في اي لحظه. رب اكون وفقكم باخبار النهارده، واشوفكم في اخبار جديده مع عمرو الاهلاوي.